ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض احلى بطاطس بوريه ممكن تجربوها وتدوقوها، اللي بتاكلوها في افخم المطاعم والمحلات. هتجيبي اي قطع بطاطس انت عايزاه، حبة بطاطس 2 3 الموجود عندك تقدري تعمليه بكل سهولة. تقشريها وهتقطعيها كده مكعبات علشان ما تاخدش مننا وقت كتير وهي بتتسلق. 10 دقايق بتكون خلاص اتسلقت وبقت تمام. بنغسلها كويس جدا ونصفيها، وبنحط فيها مية وعلى النار تغلي لمدة 10 دقايق. خلاص بتطفي عليها علشان ما تفقدش النشا بتاعتها كلها، بتبقى بالشكل ده. وحطينا عليها شوية ملح. طبعا احنا صفناها وانا ما غسلتهاش زي ما هي كده. هبدأ اصفيها بالمصفى. طبعا لو انتي عايزة تهرسيها بالهراسة بتاعتك على طول تقدري تهرسيها من غير مصفى. انا بحب اهرسها بالمصفى، ما بتهدرش معايا خالص، بس بتطلع لي القوام بتاعها كريمي وناعم فوق ما تتخيلي. ما بتاخدش معايا وقت، 3 دقايق بكون خلصت. الكمية بتاعتي مش كبيرة. شايفين كريمي وناعمة بالشكل ده؟ تبارك الله، تحفة وطعمها خطير. هنحطها على النار، بس اهم حاجة تبقى نار هادية خالص، بحيث ان لو فيها اي سوائل تتبخر معايا. وانا معايا هنا معلقتين او 3 معالق من الزبدة، هبدأ احطهم على البطاطس بالشكل ده. وكمان هحط شوية من الثوم البودر. فهفضل اقلبهم كده على بال ما الزبدة تسيح. لو مش موجود عندك زبدة تقدري تحطي سمنة انتي بتحبيها، مفيش اي مشكلة. تبارك الله، لما تجربيها في البيت مش هترضي تاكليها بره خالص. حاجة في البيت حلوة وجميلة ومعروف انت عاملاها ازاي. ربع كوباية من اللبن ده انا مسخناه علشان يتبخر معايا على طول وما ياخدش وقت، والبطاطس ما تبقاش شادة قوي. انا بدأت احطه واقلب تقلبتين كده، بحيث اني ما تبقاش فيها مية ولا فيها لبن، تبقى مسكت شوية وبقت قوامها كريمي بالشكل ده. تقدري تعمليها لولادك لو في المدارس الصبح، تقدري تعمليها على السحور، ما بتاخدش اي وقت. وتبارك الله تحفة، قوامها جميل وناعم، كريمي خالص، وطعمها زي الفل. ان شاء الله تعملوها احسن من ما انا عملتها كمان. تسلم ايديكم وعيونكم مقدما. وكمان حطيت على الوش كده قطعة من الزبدة بتخلي البطاطس في حتة تانية. يا رب البطاطس تكون عجبتكم والفيديو يكون عجبكم. سلام عليكم.